السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي النهاردة نشوف الفيديو بتاعنا الجميل بتاع الكبدة. طبعا الأكلات دي جميلة جدا وسريعة وفي نفس الوقت مش تقفي المطبخ كتير، وكمان تعتبر من أكلات العيد. تعالي نبدأ بقى نعمل أكلات العيد من دلوقتي عشان تختاري هتعملي ايه في العيد بالظبط. طبعا الكبدة بتاعتنا بنعصر عليها ليمونة، ومعانا التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل، سنة كمون بسيطة خالص، سنة كزبرة ناشفة. وتعالي بقى قلبي التوابل الحلوة دي وحبة بابريكا، قلبيها فيها وسيبيها شوية، وبعد كده بقى طاسة أو صينية فيها حبة زيت حلوين كده، وخلي الكبدة تنزل عليهم بقى تعمل تش كده، حاجة كده تحفة، ريحتها أصلا لوحدها هتجيب آخر الشارع. التوابل اللي حطيناها نقولها تاني: ملح وفلفل، سنة كمون، سنة كزبرة ناشفة، وشوية بابريكا. تعالي بقى قلبي الكلام ده كله كده مع الكبدة. طبعا احنا عصرين عليها ليمونة، فالريحة بتاعتها حلوة قوي، والكبدة مش بتتغسل، بنجيبها من عند جزار على طول ونشتغل فيها. دي كبدة اسمها عصافيري، بحيث تعمليها اسكندراني. حطيت بقى معلقة توم لما لونها غير كده زي ما انتي شايفة، معلقة التوم يا دوبك اشم ريحتها بس كده، مش تتحمر فيها قوي. وطبعا النار عالية على طول، ومع استمرار التقليب زي ما انت شايفة خدت لون دغري على طول. طبعا هي متقطعة صغير فبتستوي بسرعة. هبتدي بقى احط الفلفل بتاعي. طبعا المرحلة دي خلاص كانت الكبدة قربت اصلا تخش في السوا. احط بقى الفلفل بتاعي: فلفل رومي، فلفل الوان، فلفل حامي زي ما تحبي خالص، واديهم بقى تقليبة على النار كده. الله على منظرهم، شكلهم حلو قوي وكمان طعمهم احلى. طبعا ظبطي الملح زي ما انت عاوزة. انا هنا عملتها يعني حراقة سنة. الفلفل الحامي هادي نفس حلو قوي. كمان عملت السجق، بما اننا بقى بنتكلم على سندوتشات الكبدة والسجق. عملت السجق هنا في الطاسة زي ما عملناه كتير مع بعض قبل كده، من غير مواد دهنية خالص. هو نزل الدهون بتاعته. طبعا انا كنت مقطعاه، ابتدى ان هو يجيب الدهون بتاعته زي ما انت شايفة كده. الطريقة دي بتخليه خفيف اكتر ما احط له انا مادة دهنية. حطيت بقى بصلة صغيرة متقطعة رفيع، مع شوية فلفل كده برضو، فلفل اخضر، فلفل حامي، فلفل الوان. لو مش متاح فلفل الوان مش مشكلة، بس هو بيدي طعم حلو في الاكل. وطبعا كنوع من الخضار المفيد اللي بنقدمه للاولاد. عندنا بقى هنا فصين توم بالظبط، مش كتير، لان اصلا السجق بتاعنا بيبقى متبل تتبيله كويسه. انت بتجيبيه من جزار معروف بيبقى تتبيلته حلوه. انا بقى بتبله بس بملح وفلفل مش اكتر. بظبط الملح بتاعه مش كتير برضو، لان هو بيبقى فيه الملح بتاعه. يا دوبك رشه كده قيمه نص معلقه صغيره. شويه فلفل اسود بقى كده برضو ما تكتريش. وبعدين بغطي عليه وهدي النار خالص واسيبه يستوي براحته، والخضار بتاعه والميه. الله بقى غرفنا ما شاء الله. ادي سندوتشات الكبده، احلى من بتجيبيها من بره بكتير واضمن. والولاد كلوا واتبسطوا، وحاجه كده جميله قوي. الف هنا وشفا.